صراحة نشكر دولة الجزائر، الجمهورية الجزائرية، أقولها العظمى، بسبب بأنها اخترقت الحظر في سوريا. فالموقف موقف إنساني قبل كل شيء، فالمواقف السياسية تذهب ويبقى الإنسان أولا وأخيرا. فهذه هي الأخوة العربية، فهذه هي الأمة العربية، هكذا نعرفها وهكذا ستبقى بإذن الله. ونشكر دولة الجزائر فردا فردا، شعبا وحكومة. نحن سعداء جدا بمشاركة الأخوة من الجزائر في المشاركة في إنقاذ الموجودين تحت الأنقاض حاليا، وتقديم مساعدات للشعب السوري، وهذا غير مستغرب من أخوتنا في الجزائر. بلد المليون شهيد يعني كانت تقدم لنا وما زالت تقدم لنا وللعربية أجمعين. فلذلك نحن نتشكر الدولة الشقيقة والصديقة اللي هي الجزائر، الأخت الشقيقة لنا، وهي تؤازرنا في محننا. ونتمنى للشعب الجزائري مزيد من المحبة للأخوة العرب. أول ما عرفنا أنه كان الجزائر وفد الجزائري أول وفد وصل على حلب على سوريا حتى يساعدنا، تقريبا ولاد بلد، يمكن ولاد بلد وأكثر. يعني إحنا كتير نتشكركم كتير.